ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده على فيلم أسد. الفيلم بيحكي عن أسد بيتخطف من أهله وهو طفل صغير وبيودوه لمصر عشان يبقى عبد هناك، وبتمر السنين وبيكبر أسد وبتنشأ قصة حب ما بينه وما بين بنت المالك بتاعه، وبتتطور الأحداث وقصة الحب دي بينتج عنها ثورة لحرية العبيد اللي موجودين في مصر في العصر ده. الفيلم من تأليف شيرين ومحمد دياب ومن إخراج محمد دياب، وده كان أكتر سبب من خلاني متحمس للفيلم ده. أنا تقريبا كنت مستني الفيلم ده من ساعة ما سمعت عنه، تقريبا هو من 3 سنين فاتوا. ولما جه محمد رمضان قبل ما يتعرض الفيلم بيومين في مؤتمر وقال إن هو قعد 3 سنين ما عملش أي حاجة عشان مؤمن بالفيلم ده، وإن قد إيه الفيلم ده يعتبر سينما، وده الفيلم بقى فعلا اللي عامله عشان النقاد والجمهور والكلام ده كله. ومع ان الحته دي قلقتني شويه، كنت خايف انها تكون مجرد بروباجندا على الفاضي والفيلم يطلع مش قد التوقعات ولا اي حاجه. بس يعني من الاخر كده هو الفيلم ده احسن فيلم لمحمد رمضان بمراحل. يعني هي اصلا المقارنه مش موجوده، هو الفيلم ده واي حاجه تانية، اي فيلم تاني عمله محمد رمضان غير الفيلم ده بعيد عنه بمراحل كتير. ولما حتى تلغي المقارنه بين الفيلم ده وافلام محمد رمضان التانية، هو فعلا فيلم قوي جدا عموما، من احسن الافلام المصريه اللي نزلت من فترات طويله. ويعني لو قلنا ان ده فيلم من افلام عيد الاضحى، فده اقوى فيلم عيد اضحى نزل، لا يعني من كتير جدا. وده لاسباب كتير جدا، وعلى راسهم هم العنصر الرئيسي اللي كان شاركني الفيلم ده، شيرين ومحمد دياب. وفعلا يعني لو هنتكلم على القصه لوحدها، كميه التفاصيل، كميه الاحداث اللي بتحصل، الفيلم مليان احداث، والاحداث بتمشي بسرعه لدرجه، يعني ده اصلا في بدايه الفيلم الاحداث كانت سريعه لدرجه تخوف شويه. والفيلم مليء بالاحداث ومليء بالاكتشافات اللي بتكتشفها على مدار الفيلم من وقت للتاني. مع ان دايما الافلام الملحميه اللي بتدور في عصور قديمه بتميل سنه للبطء شويه، الفيلم ده كان عكس كده خالص. الفيلم ده مليان بالاحداث وعمال يجري وينط، الايقاع تقريبا ما قلش خالص على مدار الفيلم يعني. ومع ان الحته دي كان فيها بعض المشاكل هنجيلها قدام شويه، بس الفيلم ده ما كانش ممل بالمره، ما كانش اصلا في وقت للملل نهائي. والحلو ان من مدى كتر الاحداث اللي كانت بتحصل في الفيلم، واللي هي في حد ذاتها اصلا يعني احداث كانت كتير على فيلم ساعتين وربع، وده كان انجاز في حد ذاته ان الفيلم مدته ساعتين وربع، يعني مش مده طويله قوي يعني. استوعبت كميه الاحداث والحاجات اللي حصلت في الفيلم ده من غير ما تحس ان الفيلم متكروت، ونوعيه الاحداث نفسها، لان الفيلم ده بيدور في عالم بشع، في عالم مأساوي، في عالم قاسي، عالم صعب جدا. وكل الأحداث اللي بتحصل هي أحداث درامية بحت، أحداث مأساوية بحت، أحداث بشعة، أحداث صعبة إنها تتشاف، وكل حاجة جاية ورا بعضها. وبالرغم من كده مفيش وقت حسيت فيه بالأفورة. طبعا ده فيلم بيتكلم عن عبيد بيحاولوا يتحرروا من المالكين ليهم، الظلمه المفتريين، فانت بتتكلم على حته ابيض واسود بحت. ومع ذلك الفيلم ما بتحسش ان هو مل الافوره خالص. كل حدث كان بيحصل بالرغم من مدى بشاعته، لانه كان متصدق جدا، وبالرغم برضه من كتر الاحداث وان كل حاجه عماله تحصل ورا بعضها، بس ما حسيتش بالافوره. الفيلم كان في اوقات كتيره بتحس ان هو هيميل للميلودراما، بس ما كانش بيوصل لها. كل حاجه كانت تحسها ماشيه بشكل واقعي. الدراما المتقدمه، الاحداث نفسها اللي بتحصل، انت مقتنع بالحدث، او بمعنى صح مقتنع ببشاعه وصعوبه الحدث ده. وده لسببين. اول سبب ان كل حاجه كانت بتحصل كان بينتج عنها رد فعل واقعي جدا ومكمل للحدث اللي حصل. هو اي حدث بيحصل مش بيحصل كده لو خلاص ظلم وانكسار، يعني ده مش حد اتظلم وانكسر وخلصت على كده، لا، كل حدث بيحصل من هنا بينتج عنه رد فعل من هنا. مش دايما رد الفعل ده بيكون ناجح، بس القصه عماله تروح وتيجي. كل حدث بيحصل بيأثر في الشخصيات بتاعتنا بشكل او باخر، بالذات طبعا الشخصيه الرئيسيه شخصيه اسد، والتأثير ده بيكون باين وملحوظ عليه. والسبب الثاني والاساسي ان كل شخصيه في الفيلم هنا، او على الاقل كل الشخصيات الاساسيه المتورطين في الاحداث اللي بتحصل دي، عندهم دافع شخصي، عندهم سبب شخصي، عندهم صراع داخلي ما بيكونش ظاهر في الاول، وكل ده بيدفع لقراراتهم الخاصه بالاحداث الكبيره اللي بتحصل في الفيلم. الفيلم برغم ان هو بيتكلم عن ثوره واحداث سياسيه وفي اسقاطات سياسيه واجتماعيه، بس كل حاجه بتحصل هنا في الاصل بتيجي من جانب انساني، وده كان ظاهر جدا عن اغلب الممثلين اللي في الفيلم. ويعني الفكره ان من كتر مدى سرعه الاحداث اللي في الفيلم، فحرفيا اي ممثل بيطلع هو محتاج له بس مشهد بالظبط يعرف يعبر بيه عن اللي جواه، او عن قد ايه ان الدافع الشخصي ده هو اللي مأثر في القرارات اللي بياخدها، اللي بالتالي بتؤثر اكتر في الاحداث الخاصه بالثوره دي. وبالفعل هو من كتر سرعه الاحداث ومن كتر ان رتم الفيلم سريع تقريبا من البدايه للنهايه، فهو حرفيا اي ممثل قدامه فرصه يمكن مشهد ما بيكملش دقيقه ولا دقيقتين، وفي الغالب ما بيكونش حتى مشهد فيه كلام كتير، لا، هو المشهد بيكون اوريدي متعلق برد الفعل او بالفعل اللي بيحصل. وهنا فعلا جه دور الكتابه، الاحداث نفسها اللي بتحصل والاداء التمثيلي. هو حرفيا ممثل من نظره واحده يقنعك بالصراع اللي جواه، برد الفعل الحدث ده عليه، بالحدث اللي حصل ده اثر فيه ازاي. وهي حرفيا يعني مشهد كده اللي هو يعني يجي لك في مشهد وخلاص، وبعد كده بقى تكمل مع باقي الاحداث. لان الفيلم مش بيطول كتير، ما بتقعدش وقت كتير مع الشخصيات كده، اللي هو اللحظات الهاديه تشوف تاثير كل
حدث على الشخصيه دي بشكل او باخر. وحتى لما بيحصل بتقضي وقت مع الشخصيات الرئيسيه لمجرد بس انك توريك اثر الحدث ده عليهم عمل ايه في الشخصيه دي نفسها، برضه ما بيطولش، وبيكون مشهد في السريع كده، ومع ذلك ما بتحسش ان المشهد ده متكروت. وحط بقى ده على كل الممثلين الرئيسيين اللي في الفيلم، من اول كامل الباشا اللي هو كان واحد طالع ده واحد من الفيلنز الرئيسيين اللي في الفيلم، بس حتى الشخصيه دي من خلال مشهد ولا مشهدين بالظبط في الفيلم، وحتى المشهدين دول هم من خلال بصة عين بس مش اكتر، الى حد ما بيكون مشهد درامي برضه بتفهم الصراع الداخلي اللي هو بيمر بيه، برغم ان دي مش شخصيه انت المفروض ان انت تتعاطف معاها خالص، وانت مش هتتعاطف معاه، بس على الاقل هتفهم الصراع الداخلي اللي هو بيمر بيه. علي قاسم هو قايم بدور الفيلن السخيف، الشخصيه الكريهه اللي انت كارهها من اول مشهد في الفيلم، وعارفين هو ملوش اي ريديمين كواليتيز، هو مالوش اي حاجه تخليك تتعاطف معاه، مالوش اي تفصيله في الفيلم، اي تفصيله في القصه تخليك تفهمه، لا ده انت واحد من اول ما شفته انت عايزه يموت. ومع ذلك برضه حتى علي قاسم كان عامل الدور حلو، وبرضه لما كان بيجي في مشهد معين برضه عايز يفهمك الصراع الداخلي اللي هو بيمر بيه او الازمه اللي بيمر بيها، انت ما تعاطفتش معاه خالص ولا اي حاجه ولا غيرت وجهه نظرك فيه، بس حتى برضه الشخصيه بالرغم من مدى كرهك للشخصيه دي، لان برضه لما هيجي المشهد الدرامي ده برضه هتفهم برضه، او على الاقل هتفهم الصراع اللي هو بيمر بيه. رزان جمال ومحمد رمضان الكيمياء اللي ما بينهم كانت حلوه، والقصه الحب اللي ما بينهم كانت متصدقه بشكل كبير، وهم دول بقى اكتر اتنين كان عندهم كم من الفرص للمشاهد الدراميه، عشان هم دول الشخصيات الرئيسيه اللي تقريبا اي حدث بيحصل هم اللي بيتضروا منه بشكل او باخر، والاثنين ادوا المشاهد بشكل حلو جدا. رزان جمال كانت بتصدق جدا في الدور، والمشاهد الدراميه بتاعتها كانت حلوه. محمد رمضان مش عارف ان هو عامل دور مختلف تماما، ولا هو عامل دور انت ما شفتوش منه قبل كده، مع ان برضه على فكره هو ده احسن اداء ليه في اي فيلم عمله قبل كده، بس يعني هو نفس اداء محمد رمضان، بس هو المره دي طلع بشكل مظبوط وكويس جدا. ويعني يمكن اكبر مدح ممكن اديه لاداء محمد رمضان في الفيلم ده ان انا من الاخر هنا ما حسيتش ان انا بتفرج على محمد رمضان النجم قد ما انا بتفرج على شخصيه اسد اللي جوه الفيلم. عارف لما تتفرج على الفيلم وتلاقي الممثل هو البطل الرئيسي مسلم نفسه تماما للمخرج، ما بيتعاملش باسلوبه، ما فيش الحاجات اللي هو اللي انت متعود عليها من النجم ده اللي بتميز اعمال النجم ده لوحده، هو ده بالظبط اللي حصل، ان هو كان مسلم نفسه تماما للمخرج، وده كان باين. وكمان برضه حتى كده في بعض التفاصيل الصغيره، يعني مثلا محمد رمضان دايما من الناس لما كان بيطلع في دور المظلوم ويبقى في مشهد درامي هو يحتاج يزعق فيه مثلا، يعني لما تيجي تسمع نبره صوته هو عايز يبين لك ان هو ده شخص منكسر ومظلوم، بس في نفس الوقت لا برضه ده الشخص القوي، ده الشخص الجامد، ده الشخص اللي هيعرف يقوم وينتقم وياخد حقه بعد كده. هنا في الفيلم ده المشاهد ازاي موجوده، بس ولا مشهد من مشاهد الزعيق كانت في الفيلم ده كانت معموله بغرض ان هو يبين لك ان الشخصيه دي قويه، بالعكس طبعا هو الفيلم طالع بيمجد الشخصيه دي، وطبعا هو قائد الجامعه، هو قائد الثوره وكل الكلام ده، بس الشخصيه بتتبهدل وبتتعذب على مدار الفيلم. شخصيه اسد بالرغم ان هو شخص قوي، بس هو طالع برضه انه شخص منكسر ومظلوم جدا. ولما كنت بتشوف اي مشهد فيه زعيق، لما كان محمد رمضان بيتكلم وعايز يبين لك مدى تاثير الحدث ده عليه، مدى انكسار الشخصيه دي، انت فعلا كنت بتحس بالانكسار فقط، ما كنتش بتحس بقوه الشخصيه دي، وده كان مخلي الموضوع واقعي وحقيقي جدا. وحتى لما بتيجي المشاهد اللي هو المفروض هو قائد الثوره دي، هو قائد الحركه اللي حصلت دي اصلا، ودي يعني برضو كان جزء من الكتابه والتمثيل مع بعض، ان هو برضو نفس الكلام، حتى الشخصيه الرئيسيه هو ليه دافع شخصي مخليه يقوم بالحركه دي. طبعا هو نفسه يبقى حر، ونفسه كل الشعب بتاعه يبقوا ناس احرار، بس حتى اللي مخليه هو نفسه يستحمل كل ده الدافع الشخصي اللي زقه واجبره ان هو يمر ويستحمل كل اللي مر بيه على مدار الاحداث. وطبعا العامل الرئيسي اللي ساعد على كل ده انه يطلع بالصوره دي وبالشكل ده الاخراج. كده كده احنا عارفين محمد دياب مخرج قوي يعني، وده مش مفاجاه، بس برضو كميه التفاصيل وكميه الاحداث اللي اتقدمت في الفيلم ده، ان الفيلم يستوعب كل ده على مدار ساعتين وربع، ده ستيل برضو كان انجاز. ان الفيلم يقدم ملحمه وقصه تاريخيه سياسيه، وفي نفس الوقت يعرف يوزن ما بين الجانب السياسي والبعد الانساني اللي لحد ما كان سبب من الاسباب اللي خلت التطورات السياسيه دي تحصل، ده كان انجاز كبير جدا. العالم نفسه كان عالم حقيقي، عالم متصدق جدا، شكل العالم، تفاصيل العالم نفسها، ومدى التحول الكبير اللي بيحصل. يعني تقريبا مثلا بعد البدايه خالص لما بتشوف الطفل ده لما بيتخطف من اهله والكلام ده كله، وبتبدا بقى تشوفه لما يبقى محمد رمضان خلاص. الفيلم في الاول بيبدا بطريقه اللي هو مش هقول لك طريقه ايجابيه، بس اللي هو يعني كانت لحد ما نسبيا تعتبر اوقات مسالمه على الاقل بالنسبه للشخصيه دي. طبعا الفيلم ما كانش بيتجاهل ان هو كان عبده، وبتشوف طريقه وبتشوف ان هو كان بيتعامل ازاي، والشعب ده كله بيتم معاملته ازاي، بس ستيل برضو كان الفيلم لحد ما عايز يظهر لك الحته المضيئه، الحته اللي فيها امل شويه في حياته قبل ما تحصل بقى الاحداث اللي ادت للثوره والكلام ده كله. مدى تحول المود من الاحداث اللي فيها امل نسبيا لكميه السواد والماساه اللي احنا شفناها بعد كده كان رهيب، وكان متصدق جدا، والتحول جه سريع قوي ومره واحده، وكان مقنع جدا. اماكن التصوير بس، وحرفيا يعني الفيلم لما كان بيحب يوريك مثلا مشهد مسالم شويه وبعد كده يجي بقى يعرض لك المأساة،
هي مجرد اماكن التصوير، ده تقريبا حتى الالوان ما كانتش بتختلف قوي عشان يعني يظهر لك المود اللي عامل للحاله او لحاله المشهد ده او للتفاصيل اللي بتحصل دي. بس حتى الالوان ما كانتش بتختلف قوي عشان ما تفصلكش عن العالم، وفي نفس الوقت العامل برضه اللي كان بيساعد في الصوره العامه هو اماكن التصوير. هي تفاصيل بسيطه بس فعلا لما تيجي مثلا تشوف اول ربع او اول تلت نص ساعه من الفيلم مثلا، وتشوف بقى باقي الفيلم الاحداث شكلها عامله ازاي، الصوره العامه شكلها عامله ازاي اللي بتناسب المأساة اللي بتحصل دي، في اختلاف رهيب حصل. وطبعا يعني احنا لو هنتكلم اصلا عن الكادرات فالفيلم فيه شويه كادرات تحفه، وفعلا حاجات ليها معاني كتير جوه القصه، كل ده موجود. بس برضه من الحاجات اللي كانت حلوه قوي في الفيلم ان الفيلم كان فيه عنف مش قليل. الفيلم كان اخراجيا جريء بدرجه كبيره، درجه انت ما بتشوفهاش في افلام مصري اصلا، ودرجه كمان تقريبا ما بقتش بتشوفها كتير في افلام هوليوود. والحلو برضه ان الجرأه دي ما كانتش جايه لمجرد استعراض وخلاص، لا، المشاهد العنيفه اللي كانت بتيجي هي ليها غرض عشان تبين لك مدى بشاعه العالم ده. الفيلم طبعا فيه مشاهد اكشن، بس برضه مشاهد الاكشن مش معموله عشان تكون مبهره، انت مش بتتفرج على مشهد تنبسط بيه، لا بالعكس، مشاهد الاكشن كانت طالعه بشكل ممكن تقول عليه بشع نسبيا، موتر نسبيا، عشان يدخلك في المود، يحسسك بالشخصيه اللي بتمر بيه اكتر. وبالرغم من كل المميزات دي ويعني اللي حرفيا كانت كفايه انها تخلي الفيلم ده بجد فيلم ملحمي ما حصلش، كان يعني مش هيكون بس فيلم قوي، لا ده كان فعلا، ده كان ممكن يكون فيلم عظيم جدا. الا ان برضه الفيلم فيه عيوب، وهو يعني يمكن عيب رئيسي اللي تفرع منه كذا حاجه في النص، وهو سرعه الاحداث في النص الاول بالذات. في النص الاول، في التلت الاول بقى كمان اكتر، الاحداث كانت سريعه لدرجه تخوف. يعني فاكر اول ما قعدت شفت الفيلم في البدايه خالص كده، ايه النقله الغريبه اللي عماله تحصل دي، في تنقل غريب قوي بين الاحداث بيحصل، تنقل غير منطقي، تحس ان انت عملت 100 حدث فجاه، نطيت 100 نطه فجاه ورا بعض. وانا وصلت لمرحله كده في الاول قلت الشكل مش هيكون هو ده الفيلم اللي احنا كنا مستنيينه. طبعا الدنيا ظبطت اكتر قدام، وفي النص التاني بالذات الموضوع اتحسن اكتر بكتير من الاول. بس عموما الفيلم تحسه مضغوط، عارف لما تيجي تتفرج على فيلم تحسه كان المفروض يبقى فيلم مثلا 3 ساعات، بس قعدوا يضغطوا فيه اكتر واكتر لحد ما وصل للمده النهائيه اللي هي ساعتين وربع. مش بقولنا شرط ان الفيلم ده كان لازم يكون 3 ساعات، بس باين قوي قوي ان يعني كان في فعلا شغل اتعمل في المونتاج والايديتنج عشان يأثروا الفيلم ده شويه. الفيلم بيحاول يعمل حاجات كتير جدا، وبيحاول يقدم حاجات كتير جدا. الفيلم ملحمه انسانيه اجتماعيه سياسيه، وحاول يعمل توازن ما بين كل العناصر دي. الفيلم بيناقش مشاعر انسانيه زي الحب والكره، الغيره، الاحساس بالضعف، المسؤوليه تجاه العيله. وحته المسؤوليه تجاه العيله دي يعني ده كان تقريبا المركز الاساسي لتلات ارباع الصراعات اللي كانت موجوده في الفيلم. مشاعر الامومه، الابوه، وازاي كل ده بشكل او باخر كان سبب في اسباب تشكيل الثوره اللي حصلت دي. وفي نفس الوقت برضو ازاي كل المشاعر دي برضو بشكل او باخر كانت الى حد ما عوامل ساعدت اكتر في استمرار العهد ده، في استمرار العبيد دول ان هم يفضلوا على حالتهم، في استمرار الظلم اللي كان بيحصل. واللي اصلا ان انت تعمل توازن بين كل ده في حد ذاته دي كانت حاجه صعبه جدا. واللي يزعل في الفيلم ان هم نجحوا فيها، يعني انه اللي يغيظ ان هم نجحوا فيها فعلا. هم فعلا التوازن ده كان موجود، احنا فعلا شفنا الصراعات دي. بس ده برضو ما يمنعش ان فعلا كان في بعض الاحداث اللي في النص تحسها كانت جايه بشكل عشوائي قوي عشان بس تقدم القصه لقدام. ماجد الكدواني ظهر في مشهدين ولا 3 مشاهد في الفيلم، 3 مشاهد كانوا جامدين جدا طبعا، يعني ماجد الكدواني مش محتاجه. بس القصه دي كلها عموما تحس انها طالعه كده عشان تزوق الاحداث لقدام اكتر من لما فعلا كان في بناء قوي للاحداث اللي بتحصل دي، او بناء قوي للقصه دي بالتحديد. احمد داش كان من سلبيات الفيلم، يعني مش هكلمك بس على الاداء التمثيلي بتاعه، ان هو مش هقول لك اداء تمثيلي، يعني هو نفس طريقه احمد داش عادي، يعني مفيش جديد، بس شكله في حد ذاته كان غريب. المكياج اللي كان معمول له ما كانش منطقي ولا كان مقنع بالمره. وهي فعلا عموما تحس ان البلوت دي كلها جايه كده في النص عشان تزوق القصه، عشان اللي هي مش هقول لك انها مجبره عشان توصل رساله، بس اللي هو هي اتحشرت كده في النص. انت متخيل ان من مدى سرعه الاحداث وعشوائيه الاحداث اللي كانت بتحصل في بعض الاوقات، انت عندك ممثله زي اسلام مبارك، واللي احنا عارفين قد ايه دي ممثله متمكنه من فيلم ضاي السنه اللي فاتت. انت متخيل انت عندك ممثله زي دي كانت موجوده في الفيلم وكان ليها دور درامي وبتمر بصراع قوي، ومع ذلك ما تمش استغلالها صح في الفيلم. كان برضو ليها مشهد درامي حلو وكل الكلام ده، برضو نفس فكره المشهد اللي تقريبا اي ممثل رئيسي كان عنده الفرصه فيه انه يقدم الصراع بيمر بيه من خلال نظره او اي حاجه، المشهد ما كملش دقيقتين في النص ده، هي كان عندها مشهد زي ده وكانت عاملاها بشكل قوي جدا وكل حاجه. بس انت فعلا متخيل انت عندك ممثله زي دي وما تمش استغلالها بشكل اقوى من كده، ومش عشان مثلا ان هي ما كانتش قد الدور ولا الكلام ده خالص، لا هو عشان السيناريو المكتوب مش مدي فرصه ليها ولا اي ممثل تاني اصلا انه يطلع اقوى من كده، لان هم كلهم مشاهد بسيطه. وهي دي المشكله الاساسيه في الفيلم. الفيلم ايقاعه سريع وما بيهداش خالص، الفيلم مش بيوفر وقت هادي نهائي للشخصيات عشان تفهم منه مدى اثر الحدث ده عليه.
ده حصل التألم بتاعت الشخصيات دي. انت بتفهم كل ده كده كده، وكل ده بتشوفه بشكل مقنع برضه في الاخر، لان كل حدث بيحصل والحدث اللي بينتج كرد فعل بتفهم منه قد ايه الشخصيات دي اتأثرت وكل حاجه. وبرضه زي ما قلت التمثيل دعم الحته دي، انه كان برضه الناس كلها كانت عارفه تعبر حتى لو من خلال النظره يعني. بس مثلا يعني وانا قاعد بتفرج، لا الكلام ده كان ممكن يطلع بشكل اقوى من كده. الاحداث اللي بتحصل احداث صعبه ومؤثره، بس وانا قاعد بتفرج لا، الاحداث دي كانت ممكن تطلع بشكل مؤثر اكتر من كده، كانت ممكن تطلع بشكل ملحمي اكتر من كده. ده حتى الشخصيه الرئيسيه اللي هي مرت بكل المعاناه اللي في الفيلم، شخصيه اسد، ودي كانت اكتر شخصيه كانت بتوفر لها وقت من المشاهد اللي هاديه نسبيا عشان فعلا توريك مدى انكسار الشخصيه دي وقد ايه الاحداث اللي حصلت اثرت فيه بشكل او باخر. والمشاهد دي فعلا حلوه وبينتج عنها مواقف مش قليله، وبرده كانت بتاثر في الاحداث اللي بتنتج والكلام ده كله. بس المشاهد دي نفسها على قد ما هي حلوه برده، حتى المشاهد دي تحس انها جت بشكل سريع مش متكروته، بس المشاهد نفسها سريعه، اللي هو برده لا ده احنا كنا محتاجين برده اكتر من كده، محتاجين اقوى من كده. الحاجات دي كانت ممكن تطلع بشكل ملحمي ومؤثر اكتر من كده بكتير، وهي اوريدي اصلا طالعه بشكل مؤثر، ومع ذلك برده كان ممكن تطلع بشكل احسن من كده. الشخصيات المسانده، الناس اللي اسد بيحررهم على مدار الفيلم وبينضموا ليه، مفيش ولا اي حد منهم ليه شخصيه، مفيش اي حد منهم انت فاكره. ماشي انت بتتكلم عن الفيلم في بطل، فده الشخصيه الاساسيه انت عايز تركز عليه ومش عايز يحصل اي تشتت في النص، وده مفهوم. بس يعني اي حد من الشخصيات السنيده دول تبقى انت فاكره بشكل او باخر، وده ما كانش هيشتت، لان بالعكس ده كان هيساعد اكتر في اظهاره او ابراز الشخصيه الرئيسيه. المشكله ان الشخصيه الوحيده في الشخصيات دي اللي كان ليه دور ملحوظ شويه كان هو الشخص اللي اتربى معاه من بعد ما اتخطف، اللي هو كان زي اخوه. والمشكله ان ده كان واحد من اقل الاداءات التمثيليه اللي في الفيلم، والمشكله ان هي دي الشخصيه الوحيده اللي كانت ليها تصرفات بتاثر على الشخصيه الرئيسيه، فده اكتر حد كان ملحوظ في ضمن كل الناس اللي اسد حررهم. انما ترتيب على الناس دي برضه ما همش شخصيات، هم منضمين للجماعه، في ناس منهم خايفين عايزين يرجعوا تاني، ناس تانيين عايزين يكملوا، بس مش اي حد كده انت فاكره خالص. يعني وانا بتفرج على الفيلم ده فكرني قوي بافلام زي جلاديتور وبريف هارت، ويعني مش هبالغ لو قلت ان الفيلم ده كان فعلا هيعلي على الفيلمين دول. الفيلم ده فعلا كان قريب ان هو يكون اقوى بجد من الفيلمين دول، بس في الاخر ايه الحاجات اللي حصلت دي، واللي بيزنح تعتبر حاجات بسيطه نسبيا بالنسبه لمدى مميزات الفيلم، وحاجات اللي كانت سهل انها تتحل بشكل كبير. برضو موسيقى هشام نزيه، الموسيقى جامده، كل حاجه هشام نزيه انت عارف ان انت هتسمع موسيقى حلوه ومناسبه للمشاهد، كل ده كان بيحصل هنا. بس الموسيقى كانت مألوفه قوي لدرجه مش عايز اقول انها مش لايقه بالعصر اللي الفيلم كان بيدور فيه، بس هي كانت مألوفه قوي لدرجه مخليني ما حسيتش ان انا اتنقلت للعصر ده قوي. اخر سلبيه بالنسبه لي، هي مش سلبيه قوي برضو بصراحه، بس يعني بالنسبه للفيلم خد وقت طويل زي ده في الانتاج عشان يخلص. كنت متوقع ان الفيلم يكون اضخم من كده شويه، كنت متوقع السكيل يكون ايبك بشكل اقوى من كده. الفيلم طبعا عرف ينقلني للعالم ده وكل حاجه، بس ما حسيتش بالسكيل الكبير الملحمي اللي انت في العادي بتشوفه في بعض الافلام اللي زي دي. عارف اللونج شوتس الكتير اللي في الاول ده عشان تديك صوره كده للعالم ده، ان انت تتجول جوه العالم نفسه بشكل اكتر من كده. من الاخر كده اللي هو العوامل اللي تساعد ان الفيلم يكون تجربه بصريه مبهره. لا الفيلم كان السكيل بتاعه محدود اكتر، فيلم السكيل بتاعه كان جراوندد اكتر، كان سيمبل اكتر، ودي ممكن تكون ميزه على فكره، لان فعلا ده ساعد اكتر انت تكون تحس انت فعلا مندمج مع الشخصيات كانك معاهم فعلا بالظبط، طول ما انت كده قريب من الارض، قريب من الدنيا اللي حواليك، اللي هو فاهم مفيش فشخره على الفاضي وخلاص عشان تطلع صوره مبهره وكده. وبرده يعني ستيل هو يعني لو الفيلم فيه الصوره المبهره بصريا والكلام ده كله، ومثلا مفيش فيه احداث او مفيش فيه اخراج او كتابه معمولين بشكل كويس عشان ينقلك العالم ده، فبالتالي يبقى كل ده ملوش لازمه. في الاخر برده الفيلم ده ماشي، كان السكيل بتاعه صغير نسبيا، بس برده ساعد اكتر في الواقعيه. انا كنت مقتنع جدا بالعالم ده بسبب ماشي برده الاماكن والتفاصيل الموجوده والكلام ده كله، بس برده انا كنت مقتنع بالعالم اكتر بسبب الاحداث اللي حصلت، كانت هي العامل الرئيسي اللي دخلني في العالم ده. عشان كده بقول يعني هي مش سلبيه قوي. في الاخر كل ده ما يمنعش ان فيلم اسد مش بس فيلم حلو، لا هو فيلم قوي جدا، ومن الاخر هو فيلم لازم يتشاف، ان هو تجربه مختلفه، ويعني هو الفيلم بجد يستاهل وينجح. بس الفكره ان انا كنت حاسس ان احنا كان ممكن نطلع من الفيلم ده نقول عليه فيلم مثالي، فيلم متكامل فعلا بجد، فيلم ملحمه تاريخيه بجد ما حصلتش، ما اتعملش زي على الاقل هنا في مصر. في الاخر هو الفيلم قوي جدا، والفيلم ملحمي برضه على فكره. في الاخر الفيلم فعلا قدم ملحمه وقدمها بشكل كويس، وقدم حاجات كتير وقدمها بشكل يعني قوي وبشكل كويس جدا. وانا يعني مش هبالغ لو قلت ان برغم ان انا كنت اوريدي اصلا مستني الفيلم ده جدا، لان فعلا الفيلم فاق توقعاتي في حاجات كتير. كميه الاحداث اللي انا شفتها، انا اصلا ما كنتش متوقع ان الفيلم هيبقى فيه كميه الاحداث دي، كنتش متوقع كميه الصراعات الداخليه والحاجات الانسانيه كتير كنا هنشوفها في الفيلم دي. كنت متخيل الفيلم هيكون هو خلاص ابيض واسود، العبيد اللي بيحاولوا يتحرروا من الناس الظالمه اللي مالكينهم، ولحد ما هو الفيلم كده. بس لا يعني في طبقات وتفاصيل كتير في النص خلال الموضوع معقد عن كده، وبالذات في النص الثاني. يعني النص الثاني فعلا بيشد شده محترمه
نص تاني الاحداث بتبدا تاخد وقت اكتر شويه، فاللي هو مش هقول لك ان انت برضه وصلت لمرحله اللي هو تمام خلاص هو فعلا بقينا بنقضي وقت كافي مع الشخصيات والكلام ده كله، يعني اللحظات الهاديه وكده، بس فعلا يعني النص التاني كانت ايقاع سريع، بس ايقاع سريع مقبول جدا، يعني هو فعلا كنت اتفاجئت وكان عاجبني الفيلم، انا شفت لا البوتنشال كمان كان اقوى من كده، بس في الاخر برضه ده ما يمنعش ان الفيلم تجربه مختلفه، ويعني يا ريت انها تنجح، عشان لو الفيلم ده نجح فده هيدي فرصه تانيه لافلام مختلفه تانيه برضه انها تنزل وتكون تجربه وبرضه تكون تجارب ناجحه، يعني الفيلم مش بس تجربه مختلفه، لا الفيلم تجربه مختلفه وصعبه وكان فيها تحديات كتير ونجحت فيها بشكل كبير جدا، وحددوا 8 من 10. وبس كده كل ممكن نقوله على الفيلم اسد. انتوا شفتوا الفيلم ولا لسه؟ شفتوه اكتبوا رايكم في الكومنتات، انا ما شفتوش لا لازم تشوفوه يا جماعه هو الفيلم يستاهل، فروح شوفوه واكتبوا رايكم في الكومنتات، وايه رايكم هل تفتكروا فيلم اسد هيكون هو احسن فيلم مصري نزل السنه دي؟ يعني انا اعتقد بيتهيألي خلاص مش هنشوف حاجه زي كده الفتره يعني، ماشي طبعا لسه في 7 دوجز اللي هينزل في العيد وده برده اكيد هيكون فيلم حلو، بس ده اللي هو هيبقى الفيلم الكوميرشال بحت، ده الفيلم التجاري المسلي بس معمول بطريقه هوليوديه، وفعلا بقى هيبقى فيه الانتاج الضخم والكلام ده كله، بس بيتهيألي يعني كفيلم درامي فيلم فعلا عايز يقول حاجه، فيلم فيه قصه، فيلم درامي بجد، بيتهيألي مش هنشوف حاجه تانية زي اسد خلاص على الاقل على السنه دي، والله ممكن كمان قدام شويتين يعني، بس اتمنى اكون غلطان في دي. مستني اعرف رايكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واشتغلوا زر الجرس عشان يجيكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.